عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. غزلات مع خديجة، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير وهاني في قلوبكم وفي عقولكم كيف كنقول لكم ديما. المهم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم كاع هانيين؟ اليوم جيت فيديو خوين، جيت نشارك معكم واحد الاكله اللي امازيغيه بامتياز وكتجي لذيذه بزاف، اللي تقدروا ديروها في ديوركم لوليداتكم او الضيوف ديالكم. المهم البنات كيف قلت لكم كيصلح جميع المناسبات، يعني كنقدموه على شكل هكا مورا هكا الا كانت عندنا شي عراضه مورا الماكله بحال شكل السفه. وحنايا هكا بالنسبه للامازيغ كنستعملوه هكا في ايد يناير او راس السنه الامازيغيه. المهم هنا غادي نشارك معكم الطريقه بالتفصيل. هنا البنات راه هو يا مفتول، يعني ما غنحتاجش انا نفتلو، يعني كتاخديه موجود. انا البنات بالنسبه للمبتدئات كدير واحد شويه ديال الزيت باش ما يغلبش عليك، يعني يتعجن لك. ومن بعد عاد كتبقاي ترشيه هكا، المهم كدوزي فيه ديك الزويته كامله، عاد كتبقاي ترشيه بالماء. وبالنسبه للماء البنات في الاول ما تكثروش، يعني تقريبا واحد نص كاس او لا كاس هكاك، عينكم ميزانكم، يعني ما تخليوش يتعجن لكم. ضيفوا الماء بالتدريج يعني شويه بشويه. من بعد ما تلبسوه بديك الزويته كامله عاد ديروه في الماء وكديروا البنات يفور الفوره الاولى، وكتخليوه يفور مزيان في الفوره الاولى، يعني يدخل فيه الطياب مزيان. عاد يعني كتحيدوه باش ديروه باش تسقيوه بالماء وتعاودوا ديروا يفور الفوره الثانيه. هانتوما البنات هنا تقريبا كاس ديال العنبه ديال الماء اللي دخلت ليه في الاول، يعني وهكا فتلتو به مزيان مزيان. وكيف قلت لكم كتخويو الماء بالتدريج شويه بشويه شويه بشويه حتى باش تحكموا فيه، ما تخليوش انه حيت الا خويتو الماء في الاول كله هكا دقه واحده غادي يتعجن لكم اولا. المهم على حساب حيت كل دقيق وكيفاش داير، كل بركوكش وكيفاش داير. المهم هنا البنات كيف قلت لكم بالنسبه للمبتدئات اللي هما اللي غيديروا هذه الطريقه، اما اللي عارفين وتبارك الله اللي ديجا كيصايبوا صافي ما يحتاج شيء، يعني تقدر هي عينها ميزانها. أسكوا سامين ورسرس فرحي هيا يتمادي استمع هاي مازيغ انتي مبزغة المقاري قد غصة فرح العيد نغاية إذا دايد السبتين لجنود اللي دورو فيه أمزرو ياد نغصة قنويني مازيغ النغيضي يا نايراي مازيغ الموناتي أسكوا سانين ورسرس فرحي إيضي يا نايراي مازيغ الموناتي أسكوا سانين ورسرس فرحي إيض نغزاد نفرحس. هنا البنات من بعد ما درتو فار الفوره الاولى كيف قلت لكم هنا غادي نحيدو من فوق العافيه. كيف كتشوفوا هنا خليتو البنات كيف قلت لكم في الفوره الاولى كنخليوه يفور مزيان مزيان. صافي ملي كيفور كنزيدو تاني الدوبل ديال المقدار ديال الماء اللي درت في الاول. مثلا في الاول قدني فيه غير كاس واحد، كندير تقريبا 2 كاس كيف قلت لكم، وبالتدريج يعني كنبقى نزيد الماء شويه بشويه حتى كندخل داك الكميه اللي عندي ديال الماء كامله اللي غادي يحتاجها بدون انا يعني بلا ما يتعجن. وفي الفوره الثانيه ملي نزيد الماء نخليوه شويه يرتاح، يعني نرشوه بالماء مزيان ونفتلوه هكا من بين يديا صافي ونخليه يشرب داك الماء عاد نديرو يفور. إيضي يا نايراي مازيغ الموناتي أسكوا سامين ورسرس فرحي إيضي يا نايراي مازيغ الموناتي أسكوا سامين ورسرس فرحي هيا يتمادي استمع هاي مازيغ انتي مبزغة المقاري قد غصة فرح العيد نغاية إذا دايد السبتين لجنود اللي دورو فيه أمزرو ياد نغصة قنويني مازيغ النغيضي يا نايراي مازيغ الموناتي أسكوا سانين ورسرس فرحي إيضي يا نايراي مازيغ. نزلنا التفويره الثانيه غادي نخليوه زعما تفار مزيان
صافي وغادي نهبطوه ان شاء الله باش نعاودو نفتلوه بالماء مزيان البنات. يعني غنديروا هنا الكميه عاوتاني مضاعفه، يعني غنديروا حتى 3 الكيسان، وعينا ميزاننا اكيد مع الفتيل. يعني ما بين ايدينا كيبان لينا، يعني ما نخليوش البركوكش ديالنا انه يتعجن. يعني تقريبا البنات راه بحال التفوار ديال الكسكسو اولا البلبوله، يعني راه اللي معتادين كيفوروا راه غادي يعينهم ميزانهم وحسابهم في يديهم يعني بالخدمه. انا هنا البنات ملي كنشرح ونعاود ندقق للمبتدئات. اما اللي تبارك الله ما شاء الله راه احنا المغربيات اولا النساء بصفه عامه راه اللهم بارك كلشي راه تيعرف زعما الشغلو. المهم البنات هنايا راه درت هنا ملحت، غنملح. وهنا البنات بالنسبه ملي غنبغي نحطو نديرو الفور الثالثه، هنا غندير زيت ارغان بالنسبه اللي متوفر عنده. اللي ما متوفرش عنده كنديروا الزبده. بالنسبه للزبده ما نديروش ديال لابواط يعني المهدرجه، نديروا الزبده الحيوانيه باش كتخلي واحد المذاق زوين. او بالنسبه لحنا الامازيغ راه كيكون عندنا تا اودي، يعني تقدر دير اودي وديروا ايفور. ما كانش الا كان ارغان احسن. صافي هنا كنعطيكم الاختيارات باش ما تقولش انا ما عنديش ارغان راه ما نطيبوش، حتى بالزبده راه يجي زوين. صافي البنات هنا صافي كنخليه يشرب ديك الميها اللي درت ليه وندير ليه المهم داك الليدام ديالو مزيان وفتلتو مزيان. هانتوما هنايا انا كندير في ارغان، حيت البنات هنايا بقى عندي غير واحد شويه ديال الارغان، زعما درت غير واحد شويه وغادي نكمل باودي ان شاء الله. داك الارغان اللي بقى عندي باش نخلط به اللوز اللي غادي نزين به. المهم هنا نسمت شويه ارغان، والمهم غنزيد مازال الارغان. كيف قلت لكم كل واحد غادي يدير داكشي اللي متوفر عنده من بعد ما فار الفوره الاخيره اللي هي الثالثه. وممكن كيف قلت لكم تشوفوا الا بان لكم باقي خاصو الطياب تزيدوا الرابعه، ولا كان كتير يعني ديروا جوج فويرات مفارقين. صافي هنا البنات تقريبا راه المهم راه طاب، يعني كيف قلت لكم فورت التفويرات الاخيره. هنا غادي نغطيه وغادي نخليه هنا كيف كنجربوا الحبه. شفتوا البنات ما بين صباعنا كنضغطوا عليها الى صافي راه كيبان لينا طابت. صافي غنغطيه وغنخليه على جنب ان شاء الله، وغندوز نشارك معكم باش غادي نزينو. غندوزو للمرحله اللي كتعجبني وزوينه بزاف، اللي هي المرحله ديال التزيين، اللي كتبقى هي مرحله زين كتبقى تذوق اي واحد. عندي تما التمر اللي معمر بالبسيس، راه غيعرفوه الناس ديال الامازيغ، هو بندق اللي مخلط باودي اولا الزبده بلديه مذوبه. وعندي اللوز افيلي محمر في زبيده، وعندي املو ديال اللوز بارغان وعسيله. هو هذا هو باش غنزين. بالنسبه اللي بغى يزين هكا بالكركاع ومشماش المهم فواكه جافه، بالنسبه للتزيين لكم الاختيار. ولكن اللي ضروري هو ديك الجبيبينيه ديال الاملو اللي كتجي هكا الوسط. المهم بقاو معايا تشوفوا الطريقه ديال التزيين في الفيديو كلشي واضح. هنا البنات زدت واحد الفوره اللي هي ديال اللي غنحط تقريبا هي الرابعه باش كيتحط سخون وكيجي زوين. المهم البنات خليكم مع لقطات ديال التزيين. هانتوما معايا الزوينات ديالي. هضر كله بيسلمون تاريخ امازيغ لا يتيارا غي شريف يا وري السنة دا سنمن الاصل ولا ما داغيس يضيا نايري مازيغ المناد اسكوا سامين وراس رسم فرحي يضيا نايري مازيغ المناد اسكوا سامين وراس رسم فرحي اوي داوي دا قصري اقدر وجادي منسي تامر قلت انت منتي ودي الجديد اللاني اوي دا غرمي السرسي شباك ويان ينتي وفاني قا سعدي يهدو يستهزم غورتي الطبق ديال اليوم او الاكله الامازيغيه هي هذه. نتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها، وما تبخلوش عليا بالاراء ديالكم في لي كومونتير، اكيد انا كنتسناهم. والبنات لا بغيتوني نشارك معكم شي حاجه او ما فهمتوش شي حاجه سولوني وانا رهن الاشاره. بالنسبه للبنات كيف شفتوني سقيتو في الاول بشويه املو والعسل هو الاول، عاد كملت التزيين. هذيك المرحله اختياريه، يمكن لكم تكتفيو غير بدوك الجبيبنات. كاين انا كيعجبني هكاك مسقي مزيان كتاكلي، عاد لا بغيتي تزيدي كتزيدي ديك الاضافه. ونتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم. هاي مازيغ انتي مزغه المخاري قد غصه
نفرح العيد نغاية إذا دايد السبتين لا شدود اللي يدورو فيه أمزرويات نغزق كان ويني مازيغ النغيضي نايراي مازيغ المولاتي أسبا زاناي نور الصرص نفرح